ازيكم يا حلوين؟ ده بقى الفلوج بتاع الساحل اللي احنا رحنا قضينا بقى دي يوز كده في مكان في مارينا 5. تحفة قوي بجد، ما كانش مكلف خالص، كان يوم كده فصل يعني من اجواء الشغل بقى والتعب والحاجات دي كلها. بجد كان يوم تحفة، اي حد يقدر بجد ان هو حتى لو هتحوشوا يعني وبعد كده تطلعوه عادي، مش عيب خالص يعني، حتى لو الميزانية مش سامحة دلوقتي، بس خلوا دايما في خطتكم يعني حاجة زي كده. هشرح لكم بقى كل حاجه حصلت في اليوم. احنا اتحركنا كده على الساعه 4 الفجر، كانت لسه طبعا الدنيا مظلمه. بعد كده بقى لما النور طلع كده بجد كانت المنظر تحفه تحفه تحفه. وصلنا مثلا على حوالي الساعه 8 الا سوري يا جماعه، نكمل معاكم بقى. وصلنا بقى زي ما قلت لكم على الساعه 8 الا شويه كده. هو الطريق طبعا كان صعب خالص، وخصوصا في وجود يحيى كان على رجلي طول الوقت، وقعد مع بابا شويه بس بجد كان متعب قوي. بصوا هنا بقى انا دخلت انا ويايا اهوت اللابسين بينك دول. دخلنا بقى الشط كان تحفه، الشركه كانت تحفه برضو بجد والله، والاتوبيسات بس بصراحه اللي ما كانتش مريحه. وصلت بقى طبعا، قعدت بقى عملت ميك اب بسيط خالص كده عشان كنت عايزه اتصور الاول. وليه رايكم برضو في المايو؟ كده كده هتشوفوا المايو كامل في صور بتاع الكفر بتاعه الفيديو، فممكن تبقى تقولوا لي رايكم يعني. ده بقى الصن بلوك اللي احنا كنا شاريينه مع بعض. بدات بقى ان انا احط في كل حته، وكنت بحاول على طول بصراحه ان انا احط، عشان كده لما رجعت هنا حسيت ان انا لا مش غامقه قوي زي ما كنت متوقعه ان انا ممكن يحصل فيها، ودي حاجه بصراحه بسطاني قوي. بس كده بقى لبست بقى نضاره، وقمت وحطيت الشابو وحركات وبتاع. وكنا حاطين طبعا بقى المانيكير في الوقت اللي هو قلت لكم عليه قبل ما نخرج وكده. تمام. ودي وريتها لكم برضو في المشتريات، قولوا رايكم فيها. واتصورت بقى شويه صور تحفه بجد يعني. بصوا المية هناك كانت تحفة يا جماعة، بس كانت مليانة موج. طبعا يايا مرضيش ينزل خالص خالص خالص، كان مرعوب حرفيا، قعدنا ننفخ العوامة بتاعته على الفاضي. بابا قعد كتير جدا ينفخها، هتشوفوا فيديو دلوقتي على فكرة. بس في الاخر بجد فضل طول اليوم يعيط وخايف جدا جدا. بصوا طبعا الابراج بقى وراكم، الصور هناك خيال بجد تحفة، المية تحفة. بس طبعا انا مش بعرف اعمل كده قريبه يعني، بس اتبسطت جدا جدا. انا بقى كنت بحاول اصور لكم ان يعني المكان ما فيهوش ناس كتير اللي هي تقولي ان هو حاجه عشوائيه، لا خالص، حلو قوي. الاسعار هناك بس هي اللي كانت غاليه لكل حاجه، فزي ما قلت لكم حاولوا انتوا تكونوا واخدين معاكم اكل او حاجه للفطار على الاقل، وباقي اليوم كملوه عادي انتوا. بصوا بقى هنا كنت خلصت اليوم عادي، اتصورنا وبعد كده نزلنا البحر كتير جدا واكلنا وكل حاجه. وبعد كده بقى هنا كنا مروحين، لبسنا بقى اوتفيت تاني خالص ولمينا حاجتنا. المفروض كنا نتحرك من هناك الساعه 5:30 كده، كنا حوالي بقى في الوقت ده دلوقتي. رحنا بقى عشان هنركب، وبعد كده هنروح المول اللي هما كانوا برضو حاطينه في البروجرام بتاع الرحله يعني. تمام. هو اسمه مول، اكيد معظمكم عارفه يعني، قصاد تقريبا بوابه الف تقريبا هي قدامنا اهي، جيت ايه، فهي تقريبا قدامها يعني. تمام. بصوا بقى هنا بنعدي طريق كده، الاتوبيسات طبعا زي ما انتم شايفينها كده راكنه ورا، على ما احنا بنعدي عادي. بصوا بجد العماير والابراج هناك كانت واخده قلبي بجد، حاجه تحفه تحفه تحفه. هنا بقى كان الممشى بتاع المول قبل ما ندخله. بصوا بقى ايه ده، ايه العالم ده بجد، ما كنتش عايزه اروح، كنت ما روحت هنا كنت حاسه ايه اللي احنا عايشين فيه ده. بس طبعا الحمد لله يعني، اهم حاجه الرضا بكل مكان اللي احنا عايشين فيه. وتاني يوم رجعنا شغلنا عادي، وبصوا رجعنا لحياتنا تاني. دخلنا بقى كان فيه هناك سعودي حلو قوي قوي قوي، كنت اول مره ادخله بصراحه. جبت بقى من هناك سناكس مختلفه كده، هوريها معاكم في فيديو يعني. وجبنا بقى البي 7 دي اللي هي بالفراوله، هجربها معاكم برضو، ما دقتهاش قبل كده بصراحه فجبتها. بصوا بقى دول ممكن ما يكونوش جداد، بس يعني جبت الحاجات اللي انا مشفتهاش قبل كده. وكان بقى ناقصني ازاز ميه، جوزي فكرني بيها قال لي طب تعالي ناخدها، مش عارف، قلت له هنشيل كتير وكده، بس قلنا ما جاتش من اتنين. بس بصراحه كان سعرهم كان حلو قوي قوي، والماتيريال بتاعتهم تحفه. القسم ده كان واخد قلبي، بس بصراحه فكره ان احنا نشيل حاجات واحنا مروحين ده منعتنا من حاجات كتير قوي. جبنا بقى شوكليت وبيبسي وحاجات من هناك وكده، بس بس مش بيبسي اللي هو بيبسي، بس انا بقول عليهم كلهم بيبسي يعني. فجبنا حاجه نشربها يعني بمعنى اصح. و بصوا بقى طلعت تاني، اتمشينا، خلصنا سعودي واتمشينا. الحاجات هناك طبعا اسعارها انا مش عايزه اقول لكم يعني، حاجات غريبه واسعار اغرب يعني. كان في شابوه هناك 616. ايه الرقم، ايه الرقم يعني، رقم حتى غريب يعني، مش عقلاني كده.
بس عادي عادي يا جماعه، ماله الاسعار اللي عندنا. طلعنا بقى بره، شفتوا بقى العروسه القمر دي كانت بتعمل السيشن بتاعها هناك. خلصنا ودعنا بقى البحر لاخر مره كده، لونه واخد قلبي بجد والله تحفه. وانبسطت قوي قوي بصراحه. بص بقى شكل العماير بالليل، يا خرابي بجد. الابراج هناك كانت واو بجد. كنت حتى بسال جوزي يعني هو بجد هيدفعوا كهرباء على ده كله؟ عارفين بقى الفلاحين لما بيروحوا الاماكن دي. بس بجد يعني انا نفسي بس اسال ليه هما مش بيعملوا شقه هناك مثلا ايجارها 2000 جنيه؟ ما كلنا يا جماعه نبسط ونروح وكده بجد. بس يعني الحمد لله على كل حاجه، قضينا يوم من نفسنا كده واتبسطنا وغيرنا جو. وهنا بقى كنا بنودع خلاص الدنيا. بجد كان يوم حلو، بس على قد ما هو حلو انا اتهلكت حرفيا. روحنا نمنا. بس قولي رايكم بقى في الفلوج، يا رب تكونوا غيرتوا جو معايا وشفتوا اماكن جديده. باي باي.